وسهلا احبائي حبيباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معاكم السفريه ديالي فين غنمشيو انا وعائلتي. غنمشيو ان شاء الله لواد ام الربيع، غادي منطقه رائعه كلها جبال وكلها بحيرات وخضوره تبارك الله، وغنشارك معكم اي حاجه درناها والمأكولات تاع بلادنا وفين غنمشيو وفين غنجيو. وكنعتذر على الغياب لان صراحه والله ما كنتش مساليه، وكانوا كيجيو يزورونا الاحباب، وكذلك حنا مشينا عند العائله. كنا موحشينهم وجلسنا معاهم والضحك والنشاط، يعني ما كاينش يعني الوقت فين نهز التليفون ونبدا نصور. ودابا غادي نصور لكم فين غنمشيو وفين غنسافروا وفين غنقضيو العطله ديالنا، وخليكم مع لافي. وهذه الطريق واد ام ربيع غنمشيو ليه ان شاء الله، وغادي نشارك معكم هذه السفريه اللي تبارك الله رائعه رائعه، وبلادنا زوينه زوينه بزاف. واخا نقدر نشكر لكم ماشي بحال انكم تزوروا المناطق الزوينه وتشوفوهم. وصافي هنايا بعد ما خدينا الطريق غنمشيو نفطروا في واحد البلاصه، لان نضنا الصباح بكري وباقي ما فطرناش، لان السفر الصراحه الواحد ينوض الصباح بكري باش يربح الوقت وكيكون يعني الجو بارد شويه. هنا كما كتشوفوا غنشارك معكم هذا الفطور هذا ما شاء الله في المقاهي، كيحط لكم الحسوه، الخليع، عصير البرتقال، اتاي، يعني المسمى، الحرشه، كلشي عندهم، وكنا موحشين هذا الشيء بزاف. ومن بعد غادي نكملوا الطريق لواد ام ربيع. وهنا صافي وصلنا، واخا كانت الدنيا عامره وما لقيناش بلاصه، المهم لقينا واحد البلايص. وهنا انا والاخت ديالي لبسنا هاد البيسات لان جاو البنات بزاف، يعني حتى هما جايين يدوزوا العطله هنايا، عرفتي كلهم لبسوا اللبسات تاع الشلوح، وضروري كيشطحوا اللي يلبس اللبسه خاصو ضروري يدير الباروك تاع الشطيح، ومخدمين لنا الشلحام ما شاء الله. وخليكم مع هذه جولتنا في واد ام ربيع. كنتمنى الفيديو يعجبكم، يكون خفيف ظريف، ضروري كنبغيو نشاركو معكم هاد الاجواء ديال بلادنا. ودابا حنا شادين الطريق لإفران، ان شاء الله غادي نشارك معكم حتى في إفران في الفيديو الجاي، وخليت لكم الراحه ومع السلامه.